لو بتقارني نفسك طول الوقت بالناس التانية وأول ما تفتحي السوشيال ميديا تحسي إن انت حياتك في الضياع وحياة البني آدمين كلها اللي انت بتتفرجي عليهم أحسن منك، عملوا حاجات وانت لسه واقفة في نفس المكان، محققتيش أي حاجة، ما اتغيرتيش، ما كبرتيش، ما اختنتيش، ما اتجوزتيش أو أي حاجة من الحاجات دي. أنا عايزة أقولك بقى تستني لحظة واحدة، لأن كل اللي انت شايفاه ده مش حقيقة. 3 خطوات استخدميهم النهاردة ودلوقتي علشان تبطلي المقارنة اللي هتعييكي دي. أول حاجة اقفلي باب المقارنة تماما. كل واحدة ليها طريق مختلف وليها خطة مختلفة، ليها ماضي يشكل كتير قوي من اللي هي فيه النهاردة ودلوقتي، مرت بظروف انت ما تعرفيش عنها حاجة. لو عايزة فعلا تعملي مقارنة حقيقية لازم تجيبي حياة إنسانة ظروفها كلها كانت متطابقة مع ظروفك، ساعتها تقدري تقولي هي سبقاني. رقم 2، ركزي على تقدمك انتي. لو عايزة تقارني ومش قادرة تمسكي نفسك، قارني نفسك باللي عدى، باللي انتي كنتي عليه وبقيتي عليه. احتفلي بنفسك، ايوه احتفلي بنفسك. نجاحك حتى لو هو بسيط يستاهل انك تكوني فخورة بيه. النسخة الوحيدة اللي لازم تتفوقي عليها هي نسختك القديمة.